اهلا بمتابعين قناة مامي هيرو. ازيكم؟ وحشتوني جدا الفترة اللي فاتت، والله كنت بعيدة عنكم. عشان انتوا عارفين طبعا المدارس بقى ودخول المدارس والتحضيرات والحاجات اللي انتوا فاهمينها دي. فيعني بعدت شوية او يعني اتأخرت عليكم في ان انا انزل فيديو جديد. النهاردة جايبه لكم بقى حاجة بوم، يعني منتج حلو جدا جدا انا استخدمته بقالي شهر تقريبا او شهر ونص. فجايه اعمل لكم ريفيو عنه. الشركه دي اسمها سيلت. سيلت منزله اكتر من منتج. المنتج دوت طبعا هي شركه اصلا مصريه. المنتجات بيور قوي وطبيعيه جدا جدا جدا. وحلوه قوي 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 فعلا، والله بتقارن بالمنتجات اللي هي الغاليه قوي اللي هي مستورده. احنا طبعا الفتره دي بنحاول ان احنا نقلل من المستورد. القيمة الشرائية بتاعتها بقت عالية جدا. ده غير بقى طبعا نظام المقاطعات اللي ماشيين بيه وكده، فاحنا قررنا النهاردة ندعم المنتج المصري. فنزلت لكم الكام منتج دول، قولوا لي بقى رأيكم فيه ايه. انا هقول لكم المزايا والعيوب بتاعته، بس انا بصراحة حتى الآن انا مش لاقية فيه عيب. وانا مش بعمل اعلان، فعلا انا بعمل لكم ريفيو عن المنتج ده قد ايه حلو. انا كنت جايباه الواحد اتنين تلاتة اربعة خمس حاجات دول، كنت جايباهم ب 500 جنيه، كانوا عليهم عرض حلو قوي قوي. انا دخلت والله، دخلت الشركة ببص لقيت اصلا السيرم الواحد دلوقتي عامل 290 حاجة كده، 230 تقريبا، 290 230 مش فاكرة بالظبط، هو كل واحد مختلف عن التاني. تعالوا نبتدوا الاول كده باليمين. السيلت ده الريتينول، فيه فيتامين بي 3. طبعا الوش. بصوا بقى الحاجات اللي فيه. سيلت هو الريتينول. طبعا الريتينول انتوا فاهمين بيعمل ايه في الوش، طبعا بيشد البشرة والخطوط الرفيعة والتجاعيد، وبيخلي البشرة فيها نضارة، وبيساعد على تحسين الجلد. بصوا حاجات كتير قوي. تمام. الريتينول اصلا بيخلي الوش كده، المسامات اللي فيه لو عندك مسامات واسعة او رؤوس سوداء بيقفلها الى حد كبير، يعني بيعمل لها عملية انقباض. فانا جربته. بيتجرب ازاي بقى؟ بالذات الريتينول بيتحط بطريقة معينة. اولا بتبعدي عن الشفايف، عن منطقة البق وتحت العينين. انتي بتحطيه تحت العين اللي هو عند المناخير كده والجبهة، ومن تحت البق من تحت خالص. تمام. بيتحط في الاسبوع مرتين. تمام، مرتين في الاسبوع، وبعد كده الاسبوع اللي بعده بيتحط 3 مرات، الاسبوع الثالث بيتحط 4 مرات، الاسبوع الرابع تبداي ان انت تستخدميه يوميا. لانك انت لو بشرتك فيها تحسس هيبان، هتلاقي يعني في احمرار بتاع كده، بتحاولي ان انت بتشيليه على طول. الحاجات دي بتتكتب تجميلي اكتر من ان هي علاجي بس، لا هي الاتنين، يعني علاجي وتجميلي في نفس الوقت. يعني ممكن تكوني بتروحي عند دكتور مثلا جلديه يكتب لك سيلت. سيلت حلو جدا. تمام. ده الريتينول. هوريكم بقى من جوه كده شكله. بصوا عامل ازاي بصوا عامل ازاي. ده الريتينول، بصوا لونه مصفر كده. تمام. لما تيجي بقى تحطيه على الجلد ما تلمسيش الجزء ده للجلد، لا بتحطي من بعيد كده على الجلد كده من فوق. تمام. الحوامل بقى والمرضعات يعني الى حد ما الريتينول ما بيبقاش بالنسبه لهم حاجه، يعني بيبقى كويسه، يعني مش تبقاش حاجه كويسه. يعني حاولي برضو تستشيري الدكتور بتاعك قبل ما تستخدمي الريتينول بالذات. تمام. لانه بيعمل عمليه تقشير للوش. ادي السيرم الاولاني. السيرم الثاني سيلت، ده الهيرونيك. بصوا انا نزلت لكم قبل كده فيديو عن الهيرونيك اسيد من شركه كان اسمه هيالو ميكس. لا بجد بقى انا عايزه اقول لكم الاثنين نفس التركيز وكل حاجه، بس سيلت اجمد، يعني اجمد. بصوا عامل ازاي. انا طبعا واخده نصه تقريبا. بيعمل ترطيب عالي جدا جدا. ممكن تستخدميه اصلا بعد الميك اب، قبل الميك اب سوري.
قبل الميك اب وبعد الميك اب والله كمان، لما تعملي ريموف كده للميك اب ممكن تحطي كمان بترطبي بيه، يعني قبل وبعد. بصوا ده المكونات بتاعته: حمض هيرونيك، فيتامين هي اللي هو فيتامين اي يعني، كافيار، مستخلص طبار، كولاجين بحري، بيتحط على الوش والرقبه اهو. تحفه الاتنين، ده ولا ده. وده السيلايت هيرونيك، ده سيلايت فيتامين سي. انا عايزه اقول لكم لو اي واحده مشت اصلا على الروتين ده، يا خراشي على جمال البشره. بصوا سيلت، اما انا باجي بقول لكم لما بنيجي نحط حاجه بنعملها ايه كده يعني، فاهمين؟ من بعيد، نقطه كده من بعيد. بصوا تقلوا. انا عايزه اوريكم بس الحلاوه والله يا جماعه، بقى بمبلغ دلوقتي. بصوا احلى بقى ما في السيرم ده. بصوا الدنيا، بصوا عاملين ازاي. ده بقى بيتشرب على الجلد في ثانيه، يعني كل السيرامات التانية بتاعت فيتامين سي تحس انها بتلزق كده، تحطي ايدك او وشك تلاقي وشك بيلزق. لا ده بصوا يعني مش هتلاقي تلزيق نهائي. بصوا بقى اللمعه راحت. بصوا بصوا ولا كانك حاطه حاجه اصلا. بس عايزه اقول لكم ملمس الجلد بقى، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، يعني يخرب بيت الجمال. بصوا خلاص ولا كاني حطيت حاجه اصلا. ميزته بقى ده ممكن تحطيه الصبح، تحط الصبح وبالليل، تنزلي بيه عادي جدا جدا، وتحطي واقي شمس، حلو جدا. ماشي. ده الفيتامين سي، مكوناته اهي برضو. يا رب الصوره بس تكون جايبه، مش عارفه كده ايه. اه في على فكره حمض الهيرونيك، يعني ممكن تجيبي فيتامين سي ده تستغني عن الهيرونيك ده. يعني في هيرونيك هنا على فكره، بيفتح بيآمن على البشره جدا، بيشيل التصبغات بتمتص اهي البشره بعمق، تحسين الخطوط والتجاعيد. ايوه، مضاد لاكسده تحفه، بيزيد من نضاره الوش اكيد. يعني كل ده بصراحه انا حسيته حلو قوي قوي قوي. بس ممكن تجيبي ده تستغني عن ده، بس الريتينول حلو، لازم تجيبيه، الريتينول حلو. السيلت بقى الووش بقى اللي احنا بنستخدمه بنغسل بيه وشنا. بصوا الحاجات برضو اللي فيه: فيتامين ج وسلسلك. السلسلك ده حكايه على فكره. في الكبريت، حاجات اللي هي الطبيه يا جماعه. عارفين الحاجه ما تبقى طبيه بتبقي بتستخدميها على وشك وانتي مبسوطه كده، يعني الدنيا امان، ما تحسيش ان انتي بتحطي حاجه على وشك وتنشف وشك مثلا، تعمل له تصبغات بتاع. لا لا لا، هنا الموضوع مختلف تماما. بصوا زيت شجرة الشاي عشان الحبوب، مستخلص كافيار، حمض هيرونيك، كافيين، طحالب، نعناع، عرق سوس، يعني ليمون، خبر ابيض، بارابين ده ولا ايه دي، كلوريد صوديوم، حمض التتريك ده مش عارفه بصراحه التتريك ده ايه. بصوا بس اغلب الحاجات اللي موجوده فيه اللي هي حاجات الطبيه اللي هي بتعمل زي نضاره كده في الوش. يعني انتي اوريدي غسلتي وشك بده، ابدأي بقى حطي السيرامات، يعني ما بين كل واحد والتاني شويه. يعني مثلا سيلتس الفيتامين سي ده الصبح، على فكره فيتامين سي اللي هو الصبح. الهيرونيك ده ممكن بعديه مثلا 3 4 ساعات. الريتينول بالليل. اما بقى القمر ده فظيعه، دي ليب بالم. بصوا عامله ازاي، حاجه كده يعني تتاكل، والله العظيم تتاكل، طعمها حلو قوي، ريحتها حلوه جدا، وكمان ترطيبها فوق العادي. بصوا انا استخدمت ليب بالم كتير جدا من اماندا ومش عارفه لونا ومش عارفه مين ومين وحاجات مستورده، والله بجد انا بحط دي بحس ان انا حاطه فيلر في شفايفي. بتنامي بتصحي بجد بتلاقي شفايفك دي ما فيهاش خط كده، يعني خط كده ما بلاقيهوش والله فعلا. بصوا هو اللي انا بعمله ده والله فعلا فعلا مش اعلانات للشركه،
ولا يعني ان انا بايد المنتجات المصريه دايما، لا، بس انا لما بجرب حاجه باجي اقول لكم يا جماعه والله الحاجه دي حلوه، خدوها مني ثقه. انا عمري قلت لكم على حاجه غلط، خدوها مني ثقه. إيه، من كتر ما الناس استخدمت المنتج ده فعلا سعره عالي جدا، سعره عالي. فاحنا علشان نوفر برضو الى حد كبير ممكن ان احنا نجيب التلاتة دول. دي عامله دلوقتي تقريبا 70 جنيه حاجه كده. ده عامل دلوقتي 150 جنيه. ده 200 بقى 290، غلا شويه. يعني انا كنت جايبه كل دول تقريبا ب 400 جنيه، كان ايام العرض يعني من كام شهر. من شهر واحد غلي. ليه غلي؟ مش عشان الدنيا بس غليت، لا، عشان المنتج حلو بجد، عشان المنتج حلو ويستاهل. انا جربت منتجات كتير جدا وبطلع اقول لكم عليها، لا، المنتج ده رهيب، استخدموه على ضمانتي. وان شاء الله الفتره الجايه حاجه اقول لكم على منتجات تانية حلوه جدا استخدمتها من شهر لشهرين، حاجه اقول لكم برضو عليها. واتمنى يكون الفيديو حلو وعجبكم، والمره الجايه ان شاء الله هاجي لكم فيديو احلى واحلى واحلى. استنوني في مامي هيرو. باي باي.